نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا زميلي تركي شديد. أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة الكرام من كل مكان، متابعينا مشاهدينا عبر قنوات SCC، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم في ملعب مرسول بارك في هذه المواجهة الجديدة في دوري روشن السعودي ضمن مباريات الأسبوع رقم 12. الليلة مباراة تأخرت من يوم أمس، وتأخرت أيضا عن بدايتها المقررة في هذا اليوم عند 6 مساء، وذلك بسبب الظروف المناخية. مباراة النصر الطائي المتصدر، النصر الذي يبحث عن تأكيد صدارته، وهو الذي يبتعد عن أقرب المنافسين بنقطة واحدة، يريد الابتعاد ب4 نقاط حينما يلعب من أمام الطائي في هذه المباراة في الجولة رقم 12. لكن على الجانب الآخر الطائي وصل إلى مباراة الليلة في لاقة المباراة إلى أن تحققت البداية بالفعل الآن، وبداية نصراوية سريعة معها صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة، كرة ثابتة في مسافة قريبة من منطقة الجزاء النصر، والكرة الآن الثابتة النصراوية. تاليسكا يلعب كرة لكنها أصبح في محل ثقة الجماهير النصراوية. مثل تاليسكا انطلق، تاليسكا شق طريقه، لكن في النهاية تمكن الدفاع في الطائي من ابعاد الكرة من امام تاليسكا. وسط مطالبات من الجماهير النصراوية بوجود مخالفة في هذه اللقطة. الحكم طالب باستمرارية اللعب، ما فيها شيء، الى منطقة الجزاء، لكن بالراس مبعدة، ترجع الى لويس جوستافو على الجهة اليسار، الانطلاق، الوصول في منطقة الجزاء، والتسديدة لخارج أرضية الملعب. موسونا شق طريقة من الجهة اليسرى، اندفع موسونا مارتينيز حاول يعدي، وصلت الكرة لسلطان الغنام، إلى محاولة للطائي، تمريرة ما كانت مكتملة، مطمئنا لأحداث الربع ساعة الأولى، لذلك الركلة الركنية منفذة، والكرة من اليسار أمير سعيود، العد من الثاني، خطيرة سعيود بعد كل المرور، بعد كل المهارة والفاصل المهاري اللي قدم أمير سعيود، الكرة لخارج أرضية الملعب. شوف أمامك عدى من تاليسكا في انطلاقة سريعة، تاليسكا والكرة طالت صال يسار مقطوعة إلى بيتي مارتينيز، صافرة فيها، شد فيها بطاقة صفراء، قرار طبيعي من حكم المباراة، بطاقة صفراء إلى جوستافو. لا مش طبيعي أبدا. كل ما يحدث في المباراة، إذا تاليسكا يضيع فرصة بهذا الشكل فكل ما يحدث غير طبيعي. على الجهة اليمنى الطائي مع محاولة وعرضية، أوسبينا إلى مبنزا أوسبينا قلت لك أوسبينا يعني أوسبينا، وفيها مغامرة كبيرة يا أوسبينا للطائي في الطرف اليمين. المحاولة إلى منطقة الجزاء، لكن الطائي لكنها مقطوعة، تعود للنصر إلى بيتي مارتينيز، وتسديدة من بيتي إلى خارج أرضية الملعب. الأرجنتيني سدد كرة رائعة، مرت إلى جوار القائم الأيسر، لم تصل إلى تاليسكا، راحت للخيبري، والتسديدة من عبد الله إلى خارج أرضية الملعب. عبد الله الخيبري تسديدة يسارية مرت إلى ركلة مرنام، سلطان من الجهة اليمين، العرضية، من تاليسكا، عرضية ساحرة من سلطان الغنام، واصلة تاليسكا بكل أناقته، تاليسكا بكل رشاقته، غزاهم وسجل في مرماهم، وأهدى لجمهور النصر على زخات المطر أول أهداف النصر في شوط المباراة الأول. مع الكرة بانطلاقة، الكرة ساقطة، كذا ما في فرصة، لكن في اوفسايد. بعد كذا ما في فرصة، لكن للمشجع النصراوي الذي يعيش للطائي من موسونا، وتسديدة بعيدة. أيها الأعزاء، أطلق حكم المباراة السيد عبد الحربي صافرته، معلنا عن نهاية أحداث شوط المباراة. معتز البقعاوي، عبد المحسن فلاتة، محمد حرزان، تاليسكا
تاليسكا تاليسكا تاليسكا تاليسكا جول. هم يحتفلون برونالدو وتاليسكا يحتفل في مرمى الخصوم. تاليسكا يسجل الثاني للنصر. تمريرة بدأت من أوسبينا وتاليسكا أنهى هجمة النصر في مرمى الطائي. الكرة للويس جوستافو لا إلى تاليسكا وتاليسكا بعرضية والعرضية بعيدة من المحاولة النصر من الجهة اليمنى عرضية باتجاه تاليسكا والراس كرة في اليسار يحاول يعدي عدى سامي مرة الكرة لبوف إلى تاليسكا وتاليسكا مرة الكسار إلى محاولة عرضية من سامي النجعي وصلت لتاليسكا. تاليسكا متسلل ركلة حرة غير مباشرة مرمان. انطلاقة للنصر إلى محاولة سلطان بعرضية لكن عرضها مارتينيز يلعبها داخل منطقة الجزاء بالراس. تمريرة واصلة أمبينزا أوسبينا تألق. أوسبينا بغض النظر عن القرار تألق مع الكرة. أوسبينا وامبينزا يمررها في أقصى اليسار. على كل ما يحدث في هذا المساء في مباراة الليلة. لعبت الركلة الركنية والكرة بالعرض لكن أوسبينا لا شاردة ولا واردة تفوت على أوسبينا. كل ما يأتي من أمام أوسبينا لن يغادر ذراعه. ما شاء الله. اليمنى المحاولة فيها أوفسايد راية وتسلل. فاي كولينز لعب كرة عرضية. تاليسكا متسلل توقف. تاليسكا متسلل راية. مسابقة الدوري لهذا العام كأنها على الجهة اليمين إلى موسونا طالت اللي عطى النصراويين يعطينا. سلطان من الجهة اليمين العرضية جول. هدف أول من تاليسكا. عرضية ساحرة من سلطان الغنام واصلة لتاليسكا. تاليسكا بكل أناقته، تاليسكا بكل رشاقته غزاهم وسجل في مرماهم وأهدى لجمهور النصر على زخات المطر أول أهداف النصر في شوط المباراة الأول. تاليسكا جول. هم يحتفلون برونالدو وتاليسكا يحتفل في مرمى الخصوم. تاليسكا يسجل الثاني للنصر. تمريرة بدأت من أوسبينا وتاليسكا أنهى هجمة النصر في مرمى الطائي. يجب أن يعتمد عليه الفريق للاستفادة من هذه القدرات في تحقيق الانتصار. الآن فرصة للتسجيل. لولا صافرة حكم المباراة لكان هدف في اللقطة. تسلل مثير جدا للجدل يعلن حكم المباراة المساعد. ماشاريبوف في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. الحلول أمامه في الهجوم. غونزالو مارتينيز الآن مع كريستيانو رونالدو. يتألق الحارس ويتصدى. ركنية ملعوبة في 18. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. اعتراض للكرة في مكان ممتاز. موسانا تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. This is a message for all away supporters. Can you please remain seated after the game and the coach... تقدم بتمام نحو المقدمة. ينجح في التصدي.
كرة زاوية إلى العمق، متوقع بأن يتصدى لها. استعادة ناجحة للكرة بعد أول هدف في المباراة، لكن ضاعت الفرصة. كان ممكن فرصة الهدف الأول، كان ممكن 1-0 الآن، تشتعل الأجواء، انفراد بهذه اللقطة، لكن ضاعت المحاولة. النصر يهاجم الآن. كريستيانو رونالدو يضرب الكرة مع الطائي الآن. كليمنت والتصويبة، تصدي جيد للكرة. ركنية تنفذ في منتصف 18. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. محاولة هجومية هنا، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. كرة تفتقد إلى التركيز، مرت الكرة الجانبية إلى ضربة مرمى. موسونا، الكرة يفقدها بعد تدخل الفريق الآخر. مساندة تصل الآن، وبمبدأ الأمان تتشتت الكرة. سيطرة كاملة من النصر على اللعب في آخر 15 دقيقة بهذه الطريقة. تسجيل الهدف في مسألة وقت وتركيز، ليس إلا يستحقون التقدم في النتيجة بكل أمانة، وأعتقد هم في طريقهم للتقدم بهذه الطريقة. وربما تكون هذه محاولة جديدة على المرمى، فرصة لكرة التقدم، تسديدة بتعدي من فوق حارس المرمى. كريستيانو رونالدو يفقد الكرة. إتاحة الفرصة أمام فريق الطائي. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. انتهى الشوط الأول، والآن نستمع إلى هذه الجماهير. شوف الاحتجاجات، شوف الغضب على ركلة الجزاء اللي يعتبرونها نقطة تحول في النتيجة، وكانت سبب رئيسي في عدم خروج الفريق متقدما في الشوط الأول. لكن في 45 دقيقة ممكن تتغير فيها الأمور، وفي رأيي بأن الجماهير لازم تهتم بتشجيع فريقها أفضل. والآن ضربة بداية جديدة وانطلاقة الشوط الثاني من المباراة. توقيت جيد لاعتراض الكرة. كريستيانو رونالدو، تخرج رمية تماس. سلطان الغنام، تاليسكا، وصلت لكريستيانو رونالدو. يا رب، ما هذا السيناريو، ما هذه الدراما. هدف يأتي والرد يأتي عليه. نقطة نعود من خلالها لنقطة البداية. نشاهد الهدف مرة أخرى. الله على التسديدة، أي تصويبة هذه، كرة قوية جدا، من المستحيل إيقافها. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. الطائي يخسر الكرة. هجوم الآن مع التفكير في الخطوة المقبلة لتهديد المرمى. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. هدف خيالي،
كرة استثنائية، أي نهاية عالمية، أي مهارة وكرة مقصية، كرة على الطاير، هدف من عالم آخر. الله على هذا الهدف. النصر متأخر في النتيجة. دانيسكا، كريستيانو رونالدو، مستحيل. ما الذي يحدث أمامنا؟ بعد التقدم التردد سريعا ليتحقق التعادل. يا لها من مباراة ويا لها من أجواء مثيرة. الله على هذه الأجواء. نشوف الإعادة من جديد. يا سلام على التمريرة البينية، لكن العمل الأكبر في هذا الهدف كان من الدون رونالدو، النجاح في التعامل مع الضغوطات والمرور بعد ذلك والتسجيل. لقاء في قمة الإثارة، الفريقين يقدمان أداء يرفضان من خلال الخسارة في مباراة اليوم، والتعادل يسيطر على مجريات هذه المباراة.